تحياتي أخي. آه، نبغي نحرر الكلام بهدوء ابتداء بالقول. مني دخلت كان واحد الأخ يقول إنه لا يعترف بلجنة القدس أو بأثر المغرب في لجنة القدس أو بالأيادي البيضاء العملية، أي العملية الفعلية، مش الكلام، مش المتاجرة، مش الشعارات التي للمغرب، ومن يطلب منهم المغرب الدعم من المسلمين والعرب كلهم في إعمار مدينة القدس. أنا أقول له ما قال رجل حكيم قديم: إننا نتقرب إلى الله بالبعد عن أهل الجهل. فأن يقول لنا هذا الرجل إنه لا يعترف، هذا من أسباب فخرنا. يعني نحن نفتخر أنه لا يعترف، لأننا نحن نفتخر إن اعترف كريم. أما أهل التخرص والترخص فأن لا يعترفوا، هذا من أسباب يعني افتخارنا. يا أخي، بالغ في أن لا تعترف، والله إن هذا من أسباب فخرنا. بالغ بالغ، زد زد في ذلك، زد في ذلك فضلا. إننا نتقرب إلى الله بالبعد عن أمثالك. المسألة يا أخي هي كالتالي: المسألة سياسية، مش شخصية، مش قبلية. السؤال البسيط: من راسل صلاح الدين الأيوبي البطل الهمام لأجل أن يعينه على الصليبيين؟ هل راسل حاكما في الجزائر؟ لا. هل راسل حاكما في تونس؟ مع الاحترام الواجب لتونس، لا. ايوه. هل راسل ليبيا؟ لا. راسل شخصا يقيم ويحكم من مراكش، ويا أسعد راسله بأربع رسائل، واستجاب المولى يعقوب المنصور في الرسالة الرابعة. وتعرف بماذا كان يحدثه؟ أنت مرة كنت سألتني هذه إمارة المؤمنين، هذه كلمة أمير المؤمنين من أين أتت؟ هل تعلم أن صلاح الدين الأيوبي استعملها؟ أنا أقرأ عليك نصا، وهو الرسالة الثالثة لصلاح الدين الأيوبي ليعقوب المنصور الموحدي في مراكش، يطلب منه العون. تبدأ الرسالة بالتالي: فتح الله بحضرة سيدنا أمير المؤمنين. ويضيف، شوف فخامة العبارة، لأن الناس في ذلك الوقت كانت تعرف مقادير الرجال. ومنازل الناس. وسيد العالمين وقصيم الدنيا والدين، والواقف على أبواب الميامين، والعارف بأسباب المحاسن، إلى آخر الرسالة. ثم استجاب يعقوب المنصور الموحد الذي حكم بين 1160 و 1199، أي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. أين راسله؟ في مراكش. هل راسل الجزائر؟ لا أتحدى الجزائري، قل لي من كان يحكم ما يسمى الجزائر حينها، حين كان صلاح الدين الأيوبي يراسل أمير المؤمنين في المغرب المقيم في مراكش. والله لن يعرف الجزائريون. لماذا؟ لأن الجزائر كانت جزءا حينها من إمبراطورية الموحدين. يا أسعد، أتمنى لو أنك فتحت لايفات على إمبراطورية الموحدين. يا رجل، هذه أكبر إمبراطورية من حيث المساحة، حكمت البحر الأبيض المتوسط بأكمله. الموحدون حكموا من بلاد البشكنج بلغة العرب، أي البي باسك، الباسكيس، إلى تخوم الصحراء في السنغال، إلى
تخوم سيوة شرقا، من حيث المساحة كانت تحكم فضاء البحر الأبيض المتوسط بكامله. هل راسل الجزائر العاصمة؟ لا. لماذا؟ لأن الجزائر العاصمة لم تنشئها إلا فرنسا. يا أخي، وما أريد أن أقضي، يكفيك فخامة الاسم. المغرب والجزائر لم يقولوا حتى أرخبيل الجزر، قالوا الجزائر، يعني مجموعة جزر. من كان يحكمكم حينها؟ المسألة سياسية. إيه، كانوا أشخاص، نعم، كانوا قبائل، نعم، كانوا طوائف، نعم، لكن المسألة سياسية. من كانت عنده الدولة حينها؟ المغرب. أين كان كرسي الخلافة؟ في مراكش. هل مراكش هي حدا الهامل أم حدا سكيكدا؟ هي في قلب المغرب، وأنت من عشاق مراكش يا رجل. كانت في مراكش، قلب المغرب. أنا أسأل الجزائريين، حين كان صلاح الدين الأيوبي يراسل بأربع رسائل سلطان الدنيا في حينها يعقوب المنصور الموحدي الذي كرسي خلافته في مراكش، من كان يحكمكم؟ هذا سؤالي. من راسل؟ إذا المسألة السياسية. نحن لسنا جمعية خيرية، نحن ناس مسؤولين معرفيا، نعمل شيء من التاريخ. فنسأل، من راسل صلاح الدين؟ راسل من هو يعلم أنه يمكن أن يأتيه بالإغاثة والعون في مراكش، لم يراسل أي مكان آخر. لهذا الله يعطيكم الخير، لنكن عقلاء. الجزائر قد تدخل كأشخاص، وهي داخلة كأشخاص، وربما دخلت كقبائل، ولكن نحن نتكلم الدولة. سياسيا عن دولة. إن هذا البطل العظيم اللي هو صلاح الدين، وما أدراك، بطل معركة حطين، كان يراسل حين أراد العون خليفة وأميرا للمؤمنين، والتسمية من عنده، ليست من عند المغاربة اللي كيعشقوا المخزن، في مراكش. شوف يا أسعد، أقول لك شيئا، ولعل المغاربة لا يحسنون دائما الحديث عن تاريخ بلدهم. المغرب دائما كان القلعة التي انكسرت على أسوارها أكبر إمبراطوريات القرون الوسطى، الإسبان والبرتغال، وكانوا الحصن الحصين. وأنا أقسم لك بالله، لولا المغاربة لما كان حال ما تعلم الآن من بلاد المسلمين على ما تراه الآن. كانوا الحصن، وكانوا يقاتلون ويكابدون ويطوون في أنفسهم، وما يطلبون عونا إلا من أنفسهم. المغاربة اللي كانت من عاداتهم، ويذكر هذا ابن عذارى المراكشي، أنهم حين ينزلون إلى حرب يكسرون أغماد سيوفهم، يعني حرب مودع، أنا لن أرد سيفي إلى غندي، أنا إما قاتل أو مقتول. وكانوا عندما ذهبوا إلى الأندلس أحرقوا سفنهم، ذهاب مودع، أنا لن أعود، إما قاتل أو مقتول، لن يعودوا. جدهم طارق، وهذه معروفة، لن يكابر فيها الجزائريون. المغاربة، قلتها لك مرة وأكررها، هم حراس الحصن الغربي، أي الحصن الأخطر من هذه الأرض المسلمة، ولهذا استنجد بهم، لأنه يعرف قدرهم صلاح الدين الأيوبي، ولم يراسل في استنجاده شيئا في شكرا. الجزائر ولا ليبيا ولا تونس. نحن لسنا هنا أمام عصبية مغربية، نحن أمام مراسلات، 4 رسائل ليقول لنا الإخوة هل راسل بها بلدا آخر أو حاكما آخر غير أشكرك. المقيم في مراكش.
وصلت. تحياتي أسعد. شكرا لك، أشكرك. زيد تفضل، ردوا على الرجل. والله تساؤلات، أنا أعتقد لولا أن لكم حق في الكلام لختمت اللايف بهذا المداخلة، لأنها الزبدة وجاب الزبدة. لولا أنني قد السلام عليكم. أسعدتكم وأصبحتم في اللايف ولكم حق الكلام لختمته هكذا. لكن تفضل، حقك يا زيد، تفضل. الله ميرسي، السلام. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. أولا عندما نتكلم عن الوقف الإسلامي الموجود في بيت المقدس ونسبه للمغاربة، أبدأ كلامي وأقول أن جيش صلاح الدين الأيوبي كان ربعه من المغاربة. ولما نقول المغاربة يعني من أقصى برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. ويعود أو المغاربة الذين تكلمت عليهم الآن كان قائدهم أبو مدين الغوث. وأبو مدين الغوث يقال عنه أنه إشبيلي المولد، بيجائي الاستقرار والإنتاج، وتلمساني الوفاة عليه رحمة الله. ولا زالت كتب الرحالة والمتصوفون يتحدثون عنه. ما يعرف بأحداث معركة حطين، ومن يقرأ في كتب التاريخ ويبحث فيها يعرف أن تسمية باب المغاربة تتصل أو تعود في أصل نسبها باتباع الشيخ والعالم والقائد والمجاهد شعيب أبو مدين الغوث التلمساني الجزائري، وأتباعه هم أساسا طلبة القرآن والعلم، حيث كان يقيم في مدينة العلماء بجاية، وهم من ساهموا باستبسال في الجهاد لاستعادة القدس من الصليبيين بمعركة حطين مع القائد صلاح الدين الأيوبي. طبعا هل تسمح لي أسعد بسؤال الأخ الكريم؟ لا أسمح لك سجله. هو سيقول أنك قاطعته. سجله يا أستاذ واسأله هو. لا أقول هو قاطعني فعلا، لا أقول أنه قاطعني فعلا. لا لن أسمح له يقاطعك، ما تخاف. إذا أنت ترفض أن تتفاعل معه فليسجل الأستاذ رجل كفى سؤاله ثم اسأله، لكن عليك أن ترد على الأسئلة عندما يكمل، له حق الرد. أنا ما سألته، أنا دعني أتكلم ودعه يعقب علي. لا أسأله ولا يسألني، عنده مصادر يحطها وعندي مصادر أحطها، والمشاهدين هم الذين يحكمون. أوكي دعني أتكلم، سوف أعطيك المصادر، وأنا أعطيك في آخر اللايف أو في آخر قبل ما أنزل أعطيك وثيقة أتحدى المغاربة كلهم وأجلهم أن يأتوني بوثيقة مثل هذه الوثيقة. المهم المراكشيين الآن أو بما يسمى المملكة المغربية الآن كانوا قبل لا يوجد مملكة مغربية ولهم يحزنون حسب دستورهم. دعني أتكلم، أنا لا أسيء للمملكة المغربية، أنا أتكلم بك. تأدب وإلا صرفتك بلساني. أين الإساءة؟ أين الإساءة؟ تأدب، قول المملكة المغربية كما نقول الجمهورية الجزائرية. تأدب. أيوة. لا لم تقل الجمهورية الجزائرية، تقول دولة الكبرانات وتقول دعني أتكلم. ما دولة الكبرانات. تأدب. لا لم يقل أحد. يا زيد قلنا لكم سموا الأسماء بمسمياتها. لماذا عندما يتكلم الجزائري يعني لا يا أخي والله لم يستفزك أحد. الناس من أول اللايف بيقولوا الجزائر، ما حد قال عنكم لا كبرانات ولا هم يحزنون. المهم المراكشيين الآن يختفون وراء كلمة المغاربة. يا أخي اسمهم المغاربة. أنا أتكلم على التاريخ، نحن نتكلم عن التاريخ. اسمهم المغاربة. تريد أن تتداخل يا زيد، تريد أن تتداخل باحترام الناس، أهلا وسهلا. تريد أن تهرب بنزلك، اهرب بهدوء إذا تريد أن تهرب. إذا عندك مصادر قول يا أخي. كانت في وقت الموحدين كانت الدولة اسمها يعني كانت العاصمة مراكش. عندما أقول المراكشيين أين الإساءة؟ الموحدون. قل الموحدون. إذا قل الموحدون. كيف؟ اسمها الدولة الموحدية. إذا تكلمنا عن الدولة ولم نتكلم عن العاصمة فكأننا نتكلم. ما دخلك؟ لا يوجد شيء اسمه مراكشيون إلا مراكشيون. شوف يا أستاذ رجل كفى. لا دقيقة. شوف زيد، أنا طلعتك لترد، مش تجي تستفز الناس. بيستفزوك. لكن أنا الرجل إساءتك. ما فيش حاجة، ما فيش مصطلح اسمه المراكشيون. في دستورهم موجود سنة 1912 موجود. اسمهم المغاربة. من راسل صلاح الدين؟ لحظة. المداخلة رجل وكفى. من راسل صلاح الدين؟ ماذا قال صلاح الدين؟ قال المراكشيون ولا قال الموحدون؟
صلاح الدين الأيوبي عندما أرسل لم يرسل فقط إلى المغاربة بالمفهوم الذي قلته أنا الآن، هو أرسل إلى الأتراك، راسل يعني الدولة، أرسل راسل إلى الدولة. هل راسلك أنت؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. خلاص يا أخي، تريد عندك يا لا أسعد تستفز الناس. اسمهم المغرب، تريد تسميهم المغاربة سميتهم، ما تريد تسميهم خلي حمدان. هذا حمدان ربما عنده ما يقول. يا أسعد يا أخي، يا أسعد يا حبيبي، يا أسعد، كانوا يتكلمون يا قبل قليل حبيبي فقط حبك يقولون برص يا أخي. لا يوجد الجزائر، كانوا يقولون لا يوجد الجزائر. ألم يقولوا هذا الكلام قبل قليل؟ اثبت يا أخي، والله اثبت العظيم كانوا كلامهم، يقولون هذا الكلام. يا أسعد كن اثبت منصفا كلامهم سيدي يا أخي، القاضي، اثبت كلامهم، اثبت كن كلامهم منصفا يعني. يا سيدي القاضي، كن يا منصفا يا سيدي سيدي القاضي. المداخل، يا سيدي الجني، يا سيدي لا تطفعني. قد أنا في نهاية اللايف، قد أنا طفشان لي 3 ساعات. أوكي عندك مداخلات، تريد أن تتداخل، تتكلم بأدب كما تكلم الرجل معك بأدب. والله دخلت ما عندك يا أخي، والله ما انصرف، أسأت. الله يوفقك. والله العظيم ما أسأت ولا قلت ولا إساءة. المهم قلت المغاربة الآن، المغاربة أوكي، كلمة المغاربة تمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندكم مشكلة، عندكم عقدة أنتم. المهم المغاربة الآن يختفون وراء كلمة المملكة المغربية أو سكان المملكة المغربية يختفون وراء يا كلمة أخي باب المغاربة. أوكي. المغاربة، كلمني عن صلاح الدين، كلمني عن بصماتك في القدس. هذا هو موضوعي، ما صلاح دخلك من الدين المغاربة. صلاح الدين أيوة. أرسل رسل إلى ملوك العالم الإسلامي كي يساعدوه بإرسال السلاح والرجال والمال، ومن ضمن الرسائل أرسل أبو مدين أرسلها إلى يعقوب المنصور. من هو يعقوب المنصور؟ يعقوب المنصور لحظة فقط. أيوة. هو أبو يوسف يعقوب بن منصور بالله، أو يعقوب المنصور سلطان فاس، سلطان مراكش وخلفاء الموحدين، وهو حفيد عبد المؤمن الكومي. سلطان المغرب وصلته مراكش وليس سلطان مراكش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش يعني. شوف، أنت الآن أول شيء نعالجك من عقدة المغرب عشان تتدخل يا أخي. والله لا عندي عقدة، والله ما عندي عقدة، لا والله عندك تستفزني، عقدة والله ما عندي عقدة. مفرطة. طيب يا والله أخي ما كمل عندي مداخلتك. كمل مداخلتك، كمل. لا اله الا الله سيد. والله شوشتوا علي، ما خليتوني اتكلم بهدوء، انا دخلت بهدوء كمل. ولم اسيء، تفضل. استفزتوني ويعني لا الله تعذر، يهديكم عاد. لا تتحجج. ادخل في الموضوع، ادخل في الموضوع. قل لنا بصماتك أنت كجزائري. قل لنا، هل لديك اوكي وقف صلاح في البيت الدين. المقدس، بيت مال اوكي صلاح. المسلمين الذي تتصدقون به أو تساعدون بيت المقدس؟ قل لي ببصمات لك يا أخي. اوكي أي. اوكي صلاح الدين اقطع لهم منطقة في غرب السور الغربي، أي في باب المغاربة، والتي هي الآن تسمى بعين كرم، وأقطع هذا الوقف وقال يعني أنه لا يجوز ما عادت تسمى باب المغاربة. لا تسمى باب المغاربة، قلت لك الآن يعني في منطقة عين كرم، في منطقة عين كرم الآن. التوثيق أنا أنت من أين تقرأ؟ من أين تقرأ؟ قلنا من أين تقرأ أنت؟ من جوجل؟ من الورقة، أقرأ من الورقة الآن. أنا دونت كل شيء. أنت البارح قلت أنك راح تفتح لايف على هذا الموضوع، فأنا كتبت في ورقة لكي أتكلم معكم مثل ما يفعل باب المغاربة ما عاد يسمى باب المغاربة. لا، لم أقل هذا الكلام، قلت في المنطقة التي تسمى بعين كارم. صافي. وصلاح الدين اقتطعها. أيوة، اقتطع لمن؟ إيه، اقتطعها إلى، هو صلاح الدين تركها كوصية، هو الذي اقتطعها بالورقة، هو الأفضل، علي ابن صلاح الدين الأيوبي. اقتطعها لمن؟ قطعها إلى قطعها إلى أبو مدين الغوث، وكتب عليها أبو مدين الغوث. هل تستطيع أن تثبت ذلك؟ ما مصدرك؟ أوكي دعني أتكلم بعدين نعطيك المصدر. شفت، هذا تأليف يا صاحبي. أوكي أنت تعتبره تأليف، دعني أكمل بعدين أتكلم. قبل أن تكمل، الشمالي مر علينا قبل قليل وأثبت أن أبو مدين القوث الذي أنتم تقولون عنه ليس هو الذي كان في القدس. الذي كان في القدس والله أثبت بقطعا، وأن الذي عندكم هو واحد صوفي لا علاقة له لا بقتال ولا بجدال ولا بشيء، وأنتم تقولون يده مقطوعة في بيت المغاربة، باب المغاربة. كمل مداخلة. يا أسعد الشرعي، يا أخي أسعد الشرعي، هو المثل يقول جفت الأقلام ورفعت الصحف. يعني المتابعون أو الإنسان لما يكون مثقف ويكون إنسان واعي
لا يأخذ لا من كلامي ولا من كلامك، فهو أكيد إنسان مثقف وقارئ التاريخ ويعرف هذا الكلام. أما إذا كان هذا الكلام موجه إلى الأشخاص الذين ليس لديهم مستوى أو فهذا كلام آخر. المهم، موثق عليها بيده أقطع تلك المنطقة باسم أبو مدين الغوث، وهذا أكبر دليل. وأبو مدين الغوث نحن نعلم أنه كان في بجاية، والانطلاقة كانت من بجاية، وكانت أيضا من وهران بالسفن بعدها. وفي سنة 2019 برلمان إشبيلية، لأنه إشبيلية عندها حكم ذاتي. المصدر أنت من أين تقرأ يا زيد؟ لا إله إلا الله سيدي. بعدين راح نعطيك المصدر يا أسعد، دعني أتكلم فقط. دابا قول لي الآن المصدر، قلنا ما هو المصدر عشان المغاربة يجهزوا لك الرد. ما هو من أين تقرأ يا صاحبي؟ سوف أعطيك المصادر، لحظة دعني أتكلم ثم أفتح لك المصدر. المفروض أنك عارف المصدر يا أخي، ما اسم المصدر؟ أنا أعطيك المصادر الآن. أنا قلت لك أنه في سنة 2019 برلمان إشبيلية اللي هو يعني إشبيلية عندها حكم ذاتي، فهي أقامت من أين تقرأ يا صاحبي؟ من أين تقرأ؟ من أين أخذت هذه المعلومات؟ أوكي نذهب. أوكي افتح لي الكاميرا. أفتح لك الكاميرا يا أخي، افتح لنا. أوكي افتحوا لها الكاميرا يا جماعة. وقف التعليقات يا مشرف. أنا نشوف وقف التعليقات. نشوف مين نقرأ نشوف. ما في مشكلة. افتح الكاميرا. أوكي دعني أغيرها. يعني أريد أن أقرب الكاميرا، فلا كيف أقلب الكاميرا؟ كيف أنا لأنه لم أفتح الكاميرا من قبل. في حاجة خط أحمر غالب يقول لك حفظ. اعمل الكاميرا، اضغط على الكاميرا وبعدين اكتب حفظ. أوريجستري. أنا عملت أوريجستري. فتح دابا. أريد أن أغيرها إلى الخلف. لا أريد أن أغيرها. في علامة كذا، في علامة أنك تقلب سهلة. أوكي. إنا لله. أوكي. أنت ترى أم لا الآن؟ لا أرى ولا أرى والو. كحلة زحلة. كحلة زحلة، نعم. هذه المجلة الإسلامية. لا نرى شيئا. لحظة فقط أجبت الجهاز إذا أنا أقربه إلى نفسي. تقرأ هنا ولا لا تقرأ؟ هنا. يا أخي ما فتحت الكاميرا الله يهديك. أنت لم تفتح لا الكاميرا. والله هي مفتوحة. لا هي والله هي مفتوحة. إنا لله وإنا إليه. لا والله لا يظهر لنا شيء يا أخي. أنتوا تشوفوا حاجة يا شوفوا التعليقات يا جماعة، الأخوة المعلقين. أنتوا شايفين كاميرا؟ أنا ما شايف والو. ضيعت الوقت يا زيد. اقرأ الآن. ايش اقرأ؟ ما بيطلعش والو، ما فاتح الكاميرا. ها هي هنا سير أعلام النبلاء، هذه هنا مكتوبة سير أعلام النبلاء. يا جماعة فهموه إنه ما فيش كاميرا ويقول لي اقرأ. أنا أقرأ يمكن لأي شخص عنده كاميرا جيدة. اقرأ أنت، اقرأ. ما أنا بقارئ، جاء في الأثر ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ يا أخي. خلاص اقرأ لنا أنت. اقرأ ما فيش كاميرا. اقرأ يلا اقرأ. سير أعلام النبلاء للذهبي أو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ماذا يقول؟ لحظة فقط. هذا وأنت مستعد من أمس، كيف لو جيت فجأة؟ لا شوشوا علي، أنتم ما تركتني حتى أتكلم يعني. شوش عليك أنت، مشوش من بيتكم. والله ما شوشنا عليك. لا مش عليك. والله ما حد شوش عليك يا زيد، والله ما حد شوش عليك ولا حاجة. أنت يبدو أنك والله شوشت علي يا الأخ راجل. أنت قاطعني. أنت بدأت تسجل وبدأت تقاطعني. وأنتوا لماذا ترتبط؟ أيوه كمل. أيوه قول. وقال ابن خلكان ما استخلفه بل أشار به. قال فأول ما بن خلكان فقط تصحيح. بن خلكان. وقال ابن خلكان ما استخلفه بل أشار به. قال فأول ما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم سبتة ثم حاصر مراكش
11 شهرا، فأخذها في سنة 42 و500، وامتد ملكه وافتتح كثيرا من الأندلس، وقصده الشعراء لما قال فيه تيفاني شعر وكلام من هذا القبيل. ابن خلكان هذا معروف، هو الأخ أظن أنه يعرفه. ابن خلكان هذا مؤرخ مشهور. ابن خلكان، لا تصحف اسم الرجل. ابن خلكان. أوكي، تفضل. ما رأيك فيما قاله ابن لا، خلكان؟ أولا لا تصحف الاسم، ثم نقول قولا فيما قاله. قل ابن خلكان. لا ابن خلكان هي الأفضل. لا، المهم تكلم فقط، تكلم ما رأيك في الكلام الذي قاله. أعيده فضلا. قال ابن خلكان ما استخلفه بل أشار به، قال فأول ما أخذ من البلاد وهران، ثم تلمسان، ثم فاس، ثم سلا، ثم سبتة، ثم حصر مراكش 11 شهرا، فأخذها في سنة 11 240 شهرا. و500 ملكه 11 شهرا. 11 شهرا. دقيقة يا زيد، أنت رجل وكفى. أنا تشوشعت ولا عاد أنا فاهم. لا أعرف عن من يتكلم والله. أنت عن من تتكلم؟ من استخلف من يا زيد؟ لأنه أنا تشوشعت والله العظيم ما عندي فاهم والو. إحنا كنا عند صلاح الدين الأيوبي، أنت